انت عايز تبدأ مشروع صناعي صغير وتحقق منه دخل ثابت. طب ايه رأيك لو قلتلك على 5 مشاريع صناعية تقدر تبدأهم برأس مال بسيط وتكسب منهم من أول شهر؟ الكلام هنا ماهوش نظري، دي أفكار نازلة من أرض الواقع مش خيالية. تابع الفيديو للنهاية علشان ممكن فكرة واحدة منهم تغير حياتك. ونبدأ بأول فكرة مشروع: تصنيع المنظفات. بص يا معلم، صناعة المنظفات زي الصابون السائل أو الكلور أو الديتول، ودي من أنجح الصناعات اللي الطلب عليها عالي. وانت تقدر تبدأ المشروع ده من البيت أو من محل صغير أو من مواد خام متوفرة عندك في البيت، والمواد دي سهلة وسريعة. وانت تقدر تتعلم تصنعها من على اليوتيوب وتسوقها بقى للمحلات وعلى الفيسبوك واليوتيوب، وأرباحها حلوة جدا جدا جدا. وتاني فكرة مشروع تصنيع الشموع، في ناس بتكسب منه آلاف الدولارات منه الشموع. مش بس الإنارة اللي هي في بالك، في شموع معطرة بتتباع في محلات الهدايا والمولات والخدمات الرخيصة. صدقني ممتازة جدا. التصنيع سهل والتسويق أسهل بكتير من على الفيسبوك وانستجرام. وانت ممكن تدي لناس بتسوق منتجات وتسوق لك المنتج بتاعك، وطبعا ده هيكون براند في المستقبل. اما تالت فكرة مشروع صناعة البلاستيك زي شنط التعبئة، شنط البلاستيك السونا او اكياس السودا او اي شيء. انت ممكن تبدأ بماكينة صغيرة لعمل شنط البلاستيك والتعبئة المواد الغذائية. الحاجات دي عليها طلب طول السنة مش مواسم، والماكينات دي سعرها في متناول اليد، خصوصا لو مستعملة مهاش جديدة. المشاريع دي مربحة بس محتاجة تنظيم ومتابعة. يعني مش تجيب الماكينة وتركنها وتستنى سنة سنتين عما تجمع مبلغ المواد، لا، أنا عايزك يكون كل شيء متوفر، وتبدأ بالإنتاج والاستهلاك على طول، أو الاستهلاك والإنتاج على طول، تبيع وتجيب. أما فكرة المشروع الرابع وهي تصنيع الإكسسوارات اليدوية. الناس بتحب الحاجات اللي ليها طبع خاص، وده اللي بيقدم الإكسسوارات اليدوية. ممكن أنت تبدأ بالصناعة في المنزل بخدمات بسيطة زي صناعة الزرار مثلا، أو الإحبال، أو مثلا شيء معين من اللي أنتوا بتعرفوه، وأنت هتبيع على منصات انستجرام. دي كلها منصات تسويق. المشاريع دي شغلها عالي جدا، خصوصا لو كنت شاطر في التسويق والتمويل. أما الفكرة الخامسة وهي تعبئة الأعشاب أو بخضروات، قصدي الأعشاب المجففة أو الأعشاب زي الزعتر وحاجات زي كده. الأعشاب مشروع جامد جدا. تعبئة الأعشاب زي النعناع أو الكراوية أو اليانسون أو حتى البهارات. أنت بتشتري خامة بالجملة وبتعبي منها بشكل شيك وبكياس او ببرطمانات، وطبعا بتحط عليها اللوجو وتطبع اللوجو وتحط عليها ابداعك، وتبدا تلزقه على الاكياس او على الحاجات اللي انت هتطبعها. وصدقني دي فكرة حلوة جدا لأي شخص نفسه يعمل مشروع زي كده. انت بتعرف انه مش المنتج هو اللي هيساعدك على الانتشار، لكن اللي هيساعدك على الانتشار هو الشكل بتاعك، التصوير بتاعك والشكل والمظهر. تمام. المظهر هو اللي هيساعدك على انك فعلا تنشر وتعبي وتعمل حاجات كتير جدا. والمشروع بتاعك ركز معايا يكون مليان في الاسواق. صدقني دي مشروع ارباحه ممتازة جدا لو اهتميت بالتغليف، هيكسر معاك الدنيا. لو قلت لك اهتم بالتغليف دايما، يعني حتى لو انت عملت المشروع تصنيع الاكسسوارات اليدوية، حط لك عليها مثلا ده مثال زي ما انا اجي انشئ قناة على يوتيوب، مش صعب اضيف صورة شخصية. انا اي منتج اعمله لازم اضيف عليه صورة، علشان لما انت مثلا تشوف الصورة الشخصية بتاعتي تعرف ان دي منصة رمز الفكرة. لما تشوف علامة اليوتيوب تعرف ان دي منصة اليوتيوب زي كده. لما انت تشوف الطبعة بتاعتك تعرف ان ده البراند الخاص بيك او المنتج الخاص بيك. حتى المنظفات انت ممكن يعني مش هتعبيه بازاز بلاستيك وتمشي، لا، انت محتاج له عنوان، محتاج وصف، محتاج كأنك هترفع فيديو بالظبط، محتاج بلد المنشأ، محتاج له لوجو، محتاج انك تطبع على الاكياس، تطبع على الازايز منتج او رمز ليك خاص، وتطبع على الحاجات الكتير اللي انت هتصممها. فانت لازم يكون عندك زي نظام شركة مصغرة. الشركة دي مع الوقت هتكبر وتستثمر وهتعمل حاجات كتير.
كتير، بس محتاج الشركة دي اللي يديرها صح، واللي يديرها يكون شخص فاهم وواعي، مش اي شخص كده. انت بامكانك تشتري الماكينات دي من محلات او من مواقع الكترونية، اي بي وغيره. الاماكن ديت او الماكينات دي بتكون مستعملة في اماكن وكده. فطبعا يعني لو انت نفسك تعمل اي فكرة منهم، البلاستيك او الاكسسوارات او الاعشاب او اي شيء، قول لي اسم الفكرة وانا باذن الله هديك وصف كامل. ازاي انت تقدمها، من فين تشتري الماكينات والقطع، من ازاي تسوق للمنتج، ازاي يكون عندك فكرة رقم كذا، ازاي تدير الفكرة واسم الشركة. وعايزك تقول لي انه ايه اكتر فكرة مشروع شفته مناسب ليك وشفته مناسب لحضرتك وانت ممكن تبدأ بيه. وبس كده. وما تنساش بقى تعمل اللايك والاشتراك في القناة، علشان اللي جاي اقوى بكتير. دي كانت منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي. نفس ما قلت لكم، اللي ما يمتلكش مشروع في 2025 ده شخص مش هيكون شخص. شكرا للجميع.